السلام عليكم. في الحلقة الرابعة من برنامجنا قداسة روح، وفي الحلقة ديال اليوم غنهضروا واحد المبدأ لكل أنثى بغات تدخل تحرر أو لا تحيي طاقتها الأنثوية أنها تخدم به. هذا المبدأ سميتو السعي الأنثوي. وهذا الموضوع بالضبط أنا عندي معاه قصة. قبل ما ندخل هذا لو دومين ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل والكوتشين كنت في طاقه ذكوريه، بمعنى كنت تمشي بمبدا الانجاز والجهد الاعلى. انني خاصني ندير ونعرف الحاجه ونطبقها ونمشي وندير. طبقتها في لي زيتود بريمير ديالي اللي هي لا فارماسيون، طبقتها حتى في الكوتشين. ما في الاخر جاتني واحد اللحظه ديال خيبه امل، ولا تنقول ما يمكنش انني هذاك الجهد كامل اللي تندير، باسكو كان جهد فيزيك ديال في لو فير في الافعال، وخاصني ندير والنتائج كانوا صغيورين. تما فين بدا التساؤل، حقاش مالغري انك تدخل في لو ديفلوبمون بيرسونيل فيه بزاف لي برونش. تما فين بدا واحد التساؤل ديال كيفاش انا برغم انني تنخدم على راسي، انسانه واعيه، تندير بزاف لو طرافاي على راسي وتنثقف، ما كاينينش النتائج اللي انا بغيت. وتما فين بدات يبان ليا موضوع ديال توازن طاقه الانوثه وطاقه الذكوره، وموضوع الطاقه الانثويه خصوصا كيفاش نقدروا نرجعوا لها ونفعلوها. وتما فين اكتشفت هذا السر، وهذه المعلومه فريمون راه سر اي انثى اللي اون فوا تتوعى بها، يعني تتوعى بها سور لو كوتي انترن، وتتوعى بالاهميه ديال هذا الشيء اللي غنقول دابا. الحياه ديالها تتولي ايسر. شنو معناته السعي الانثوي؟ حنا تتبرمجنا اننا السعي يا ما غاديش نديروه، وهذا تيكون واحد الخاصيه في الانثى انها تتبغي تكون مرتاحه، يا اننا غنمشيو بالجهد الاعلى، انني غنمشي نخرج ونضرب سماره اي توصا. لا هذه موالمانه. ملي تنكونوا باغيين نفعلوا طاقه الانوثه ونمشيو في طاقه الانوثه، السعي اللي مطلوب هو واحد السعي انثوي، سعي داخلي. وهذه الكلمه راها كنز لاي وحده غادي تصنت لهذا الفيديو. السعي في طاقه الانوثه تيكون سعي انثوي داخلي، بمعنى سعي روحاني، بمعنى انني ملي تنكون باغا واحد الحاجه من برا، باغا نضعف، باغا يولوا عندي فلوس، باغا نتزوج، باغا تكون عندي صداقات، باغا نصلى في والديا، باغا نبني دار، بو امبورط اي رغبه مادام تي باغاها راه عندك الحق انك تجليها، ومن حقك انك تشوفيها متجسده في الارض الواقع. غير الا مشيتي بمبدا السعي الذكوري، انني غنمشي لبرا ونقلب على الديور، وغنمشي نقلب على كيفاش غندير الفلوس، وغنمشي نقلب على هذا الراجل، وغنمشي نقلب برا، غنمشي نضرب سماره، تماك غتدخلي في سعي ذكوري اللي غيستنزفك ليترالمون. هذه هي الكلمه، غتحسي باستنزاف طاقي هائل، لانك غتمشي ضد الفطره ديالك وضد التكوين البيولوجي للجسد ديالك الانثوي. ملي تمشيو بسعي انثوي او لا تمشيو بسعي روحاني، شنو معنات؟ تنمشيو وتنفعلوا طاقه النوايا، تنمشيو وتنفعلوا طاقه العالم الداخلي ديالنا، وطاقه ديال قانون الانعكاس، تنمشيو نفهموا الرسائل الكونيه لينا، تنمشيو نشوفوا الذبذبه ديالنا مع الكون واش متوافقه او لا. انا بسطت لكم هذه الهضره. باغ اكزومبل بغيتي سوا ديزون نقولوا بغيتي تنجحي في ان كونكور، ولا بغيتي تجذبي شريك حياه، او لا بغيتي تكون عندك علاقات، النيه واضحه، انا بغيت هذه الحاجه، ولكن لاش؟ شنو هو الشعور اللي غيتعطى لك مورا هذيك الحاجه اللي خديتيها؟ اول حاجه هي هذه، خاصنا نشدوا ورقه وستيلو، لان اهم حاجه في السعي الانثوي هي ورقه وستيلو، حقاش الورقه وستيلو والكتابه اداه مهمه لكل انثى تتخليها في اتصال داخلي عميق مع العالم الداخلي ديالها. والعالم الداخلي كما قلنا راه هو المملكه الاساسيه لاي انثى. اون فوا تنحدد السعي اللي انا شنو هي الوجهه، شنو باغا، تندير نيه من القلب ان ربي يسهل ان هاد الحاجه، يا ربي انا انوي سعاده زوجيه، او لا يا ربي انا انوي علاقات صحيه داعمه ومتزنه، يا ربي انا انوي وفره ماليه. منين تنديروا هاد النيه ديالنا كوني اكيد ان العالم كامل ديالك غادي يتبدل. ولكن شنو الفرق؟ انك واش انت قادره تشوفي هذاك الشيء التغيير اللي طرا ولا لا؟ حقاش التغيير ما تيكونوش واضحه، ما تيكونوش تغييرات كبار، هي غتوضح لك مع لا براتيك سي سور، مي في الاول تيكونوا تغييرات طفيفه. علاش خاصنا نكونوا في الحدث الانثوي الداخل ونفهموا المعاني وراء الاحداث، ماشي غير الاحداث ونفسروها بطريقه سطحيه؟ شنو معنى ان هادشي اللي تنقول لك دابا؟ انك غتبداي تشوفي رسائل الاشخاص اللي غيجيو لك، باغ اكزومبل علاقتك مع المال، عاودي شوفي السيناريو ديال حياتك، سوا ديزون باغا تخدمي على المال، عاودي السيناريو ديال حياتك
كامل شنو هما الدروس اللي دازوا عليك عام مورا عام مورا عام ومازال ما فهمتيهمش. سوا ديزون في العلاقات شكون عاودي شوفي هذاك الدروس هي تدخل في قانون الانعكاس، ولكن ماشي غنشوفوا بعدا غنشوفوا الدروس اللي حنا ما فهمناهمش. شنو هي لا كومبيتونس اللي مازال ما خديتيها، شنو هي الوعي اللي مازال ما وصلتيش عليه، ومن تماك تمشيو في واحد السعي انثوي انني بعدا شفت لداخل، حاولت نقاد البرمجه، حاولت نقاد الشعور. وثاني حاجه ملي تنكونوا غاديين في السعي الانثوي خاصنا نفتحوا للاستقبال، بمعنى انني نحيد المخاوف ونحيد الاحكام على الناس والاحداث اللي غيجيوني. شنو معنى هادشي؟ انت دايره نيه، الكون يعني مسخروا ربي باش يخدمك، وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الارض، هذا قانون كوني. وملي تنقول الكون راه مخلوق من مخلوقات تاع سيد ربي، ماشي هو اللي تيتحكم، غير ربي خالقه بحال ان لوجيسيال وان بيسي كبير باش يسهل علينا الحياه من نفهموه. انت درتي نيه، يعني تو بوزي اون دوموند، درتي دوموند للكون. الكون تيقول لك واش انت بعدا في الدبدبه ديال الحاجه اللي طالبه، يعني اسكو تو يو هولد ذا فريكوينسي، واش شاده لا فريكونس ديال تو سو كو تو دوموند. الا ما كنتيش شاده لا فريكونس ديال الحاجه اللي انت طالباها، يعني من الداخل قاده تشدي هذيك لا فريكونس، غيتسخروا لك احداث وغيتسخروا لك اشخاص اللي غيخليوك انك تكتشفي معاني داخليه فيك. ومن غتطوري هذوك المعاني الداخليه فيك غادي تقاد لك لا فريكونس ديالك باش تولي باراليل مع سو كو تو دوموند. غير هي شنو اللي يقدر منعك انك ما تكونيش في الاستقبال، تو ني با دون لا ريسبتيفيتي. كاينين مخاوف بزاف، تتشكي بزاف في الناس، تتحكمي بزاف، تتقولي لا بزاف، تديري بزاف الحوايج اللي تيخليوك انك تتسدي هذاك الاستقبال عليك. وملي تتسديه تتبقاي تعيشي في واحد لا بوكل اللي تتبقى تتعاود عام على عام. الا بغيتي تهرسي هذيك لا بوكل، اول حاجه خرجي من السعي الذكوري وسيري للسعي الانثوي. ومني تمشي للسعي الانثوي طبقي هاد التطبيقات اللي عطيتك. اول حاجه نيه واضحه ديال شنو باغا، يعني شوفي المعنى وراء الحاجه اللي انت طالباها، شنو هي القيمه، شنو غادي تزيد لك الحاجه اللي طلبتي في حياتك. ثاني حاجه شنو هذيك الحاجه، واش انا شاده لا فريكونس او با، يعني نمشي نشوف القصه الماضيه ديالي اللي انا مازال ما فهمت الحكمه والعبره مورا هذوك القصص. واش خاصني نخدم على القيمه، واش خاصني نخدم على حب الذات، واش خاصني نبدل البرمجه اللي عندي، البرمجه ما بقاتش خدامه، او لا برمجه متوارثه وماشي برمجه غادي تاهلك انك تطوري. غنمشي نشوف هذيك القصه ديالي مع هذاك الموضوع، واش مال، واش علاقات، واش صداقات، واش سفر، واش صحه. هذيك القصه اللي بقات تجي وتتعاود باقي لحد الان ما فهمتيش الحكمه من موراها. وثالث حاجه انني نحل الاستقبال على الاحداث والاشخاص اللي غيدخلوا لحياتي باش نقدر نفهم عاوتاني اكثر العبره، ونقدر بسبب هذوك الاحداث غنطور وغادي نكون في الاستقبال الحاجه اللي طلبت، ماشي انني تنجري عليها. وهذا هو الفرق في السعي الانثوي، ان في السعي الانثوي ما تمشيوش نجريو على الحاجه، تنجريوش على الاهداف، تنجريوش على الاشخاص، تنجريوش على الحوايج برا. السعي الانثوي شنو معناته؟ انني تنخدم من الداخل، شنو هما البرمجه اللي خصني نطور، شنو هو الوعي اللي خصني نكون عليه، شنو هو الشعور، شنو هما التصرفات اللي خصني نحسن منهم، نطور منهم، باش انا يكون عندي لداخل هذيك لا فريكونس. هذيك لا فريكونس من غنشدها لداخل. ولا هنا جو فوز انفيت فيفمون انكم تمشيو تشوفوا سلم الوعي ديال دافيد هاوكنز. منين غنكون انا شاده هذيك لا فريكونس، اوتوماتيكمون الاحداث والاشخاص اللي مناسبين هذيك لا فريكونس غيدخلوا لحياتي. تماك خاصك تطبقي غير هذاك الشيء اللي هضرنا عليه قبل، تبداي تفلتري اون فونكسيون ديال القيم الاساسيه اللي عندك. وهذا هو عمق السعي الانثوي، انه ما فيه جهد برا، كاين سعي داخلي. سولا نو فو با دير غتبقاي غير جالسه وما غديري حتى حاجه، نو، راكي تتخدمي، تتحركي في الحياه، تديري الانشطه ديالك اليوميه، يعني غطيبي، غتخرجي، غتقضي، غتلاقاي مع الناس. ووسط هاد الدوامه الحياه اليوميه العاديه اللي انت تتعيشيها، غادي يبداو يتجلوا لك اشخاص او احداث اللي غيكونوا داعمين للنيه باش تطوري. وهنا هذا هو الفرق ما بين ان امراه في السعي انثوي ومراه في سعي ذكوري. المراه في السعي الانثوي تتخدم بهذه الطريقه انها راه عايشه الحياه ديالها، وغادي تكونوا تشوفوا هاد لي موديل دو فام لانها عاديه عايشه، تمشي دي سبور، تاكل، و ميم طون تتلاقى مع الناس، تجذبوا لها الاحداث، الناس تسخروا لها، وهي عايشه الحياه ديالها اليوميه. وكاين مبدا السعي الذكوري، انك غتمشي لبرا وغادي تقلبي انت على الحاجه وتمشي تاخذيها من هنا وتضربي تماره عليها برا، وغتحسي براسك انك ضربتي واحد التماره وعيتي باش خديتي الحاجه، وفي الاخر الحاجه ما عندهاش القيمه. حقاش في المنهج ديال الانوثه او منهج تفعيل طاقه الانوثه كاينه حتى شي حاجه اهم من راحتك، وما كاينه حتى حاجه اهم
من قيمه النفس ديالك الداخليه. علاش ربي خصص الانثى بهذا الشيء؟ لان في الفطره ديالنا، في الطبيعه ديالنا، اننا تنبغيو نمشيو للحاجه الايسر والاسهل. ولا بغيتي فريمون انك تشوفي هذا الشيء بعمق، شوفي قصه الام مريم. ياتيها رزقها رغدا بامر ربها. هي ما كانش تخرج دير سعي برا، من السعي كان تيجي عندها حتى لعندها، هي تكون تدير هذوك لي طاش ديالها نورمال اللي كانوا على ليبوك، انها تهتم بهذيك الدار مع سيدنا زكريا، انها دير هذاك الشيء اللي كانت تدير دو فاسون نورمال. من الاحداث كانوا تيجيو حتى لعندها، وهذا هو عمق الوعي الانثوي، وهذا هو اساس ديال تفعيل طاقه الانوثه، اننا نمشيو بسعي انثوي من الداخل لبرا، وحنا عايشين الحياه، ماشي وحنا منعزلين من الحياه. حقاش الخمول هو طاقه انثويه سلبيه، وغالبا تيكون هروب اولا تيكون طاقه متكدسه. دوكو السعي الانثوي ماشي معناه عجز، السعي الانثوي معناش انك غتجلسي وما غديري والو. السعي الانثوي صافي راكي خدامه لداخل، و اون ميم طون راكي غاده في الحياه ديالك، تو في تي زاكتيفيتي نورمال كيما الاشخاص كديريهم على حسب انت اشنو باغا، وتتكوني بنيه بسعي داخلي انك تشوفي الانعكاسات، الرسائل الكونيه، البرمجه، المشاعر، التصرفات، وحل الاستقبال على شنو ممكن يدخل لحياتك باش تقدري تفهمي وتشدي لا فريكونس. وباش نعطيكم واحد التمرين عملي بوغ سيت بارتي لا، بوغ لي فام يلا بركين يبغيو يديروا هذا الشيء، جو فوز انفيت انكم وسط السيمانه اختاروا واحد النهار سميوه دو يس داي. دو يس داي اشنو معناه؟ انه نهار اي انسان جا عرض عليك، اي انسان قال لك شي حاجه غتقول ليه دون لو سونس انني نكون عاوتاني دو فاسون ماتور، ماشي اي واحد غادي يجي. الناس اللي تتقي فيهم، الناس اللي قراب منك، الناس اللي عندك معاهم اون افينيتي، الناس اللي كاينين في المحيط ديالك اللي انت عندك معاهم صله ثقه، الا وجاو وعرضوا عليك شي عرض او طرات هذاك في هذاك النهار انك شفتي شي بوبليسيتي ديال شي ايفينمون، او لا شفتي شي حاجه داك النهار بالضبط اللي انت غتختاريه بانت لك فيه شي حاجه وحسيتي بها، قولي يس لهذيك الحاجه. علاش؟ باسكو ملي تنكونوا غاديين في واحد الدوامه تيكون لو سيستيم انرجيتيك ساتوري. باش نقدروا نخرجوا من هذا لو سيستيم انرجيتيك نوتر سيستيم انرجيتيك ونديروا واحد التغيير طاقي، خاصنا نديروا واحد التصرف جديد، اننا نقبلوا بشي حاجه جديده او نديروا ان ايفينمون جديد. هنا الطاقه ديالك تتغير، تمشي على دبدبه اخرى. دوكو هاد لو ياس دا يطبقيه بوندون اون بيريود باش تقدري ديري واحد التغيير طاقي، يعني غيكون مره في السيمانه والسيمانه الاخرى عيشيها كيما موالفه. هذاك النهار في السيمانه دو يس دي الاشخاص اللي تنثق فيهم، لي بوبليسيتي اللي تيطلعوا لك شي حاجه هضرات معاك، ديريها بنيه انك تتفتحي الاستقبال. وهذا التمرين ديريه بوعي، وشوفي الاحداث اللي غيتجلاو لك، وشوفي الاشخاص اللي غتهضري معاهم. السعي الانثوي هو بلاصتك. السعي الانثوي بمعنى انك انا مرغوبه، تتوصلي واحد الكون، واحد الدبدبه الكون ديال انا مرغوبه، واهدافي في الاشخاص والناس هما تيجيو يقلبوا عليا. الا مشيتي بقانون رباني ورجعتي للفطره السويه اللي ربي فطر الناس عليها، بما انك انت مراه ربي فطرك على الانوثه والقانون الانثوي. ما بين القوانين الانثويه هو الجهد الاقل والسعي بطريقه انثويه عن طريق السعي الداخلي بالنوايا، بالانعكاس والقانون الداخلي اللي هضرنا عليه ديال الافكار المشاعر، وانني نحل استقبال الاحداث اللي كاين برا، وننمي عندي المعاني، يعني كيفاش نفهم المعنى وراء الحدث، ما نبقاش نشوفه غير بطريقه سطحيه او لا بايجو او لا من طريق جرح. علاش؟ هنا تنرجعوا ديما الحلقه ديال الثالثه اللي هضرنا فيها على حكمه القلب، اننا منين غنحلوا على حكمه القلب ما تنبقاوش نفسروا الاحداث من ايجو وخوف او من شعور بنقص او لا جرح، مي من عين البصيره اللي هي في القلب. وهنا غيعاونك في السعي الانثوي انك الاحداث ديالك ما غتبقايش تشرحيهم غير بطريقه سطحيه، مي غتولي تشوفي فيهم في العمق. بقى لنا حلقه واحده في قانون في قداسه روح. وما تنساوش ان في الديرني ايبيزود عندي لكم واحد مفاجاه، بقاو معنا باش تعرفوا شنو هي. وبغيت غير عاوتاني جيت هنا باش نفكرك انك راكي تستحقي كل خير. اعطي راسك فرصه، راه كلشي بيديك نتيايا.